طيب، صباح الخير لكل متابعي الكرام. انتقلنا لأحد المؤسسات الرائدة على مستوى المملكة المغربية من الإعداديات البارزة على مستوى مدينة القنيطرة. الأمر يتعلق بإعدادية ابن خلدون، هذه الإعدادية الضاربة في جذورها والتي أعطت كثير من خلال أيضا تأسيسها منذ الثمانينات ولا زالت تستمر. أيضا شرف لنا أن نغطي اليوم نشاط هام بارز على هذه المؤسسة، وشرف أن نستضيف أحد الأطر التي تتحمل مسؤولية على مستوى الإدارة، سيد مدير إعدادية ابن خلدون. أهلا وسهلا. اسم كريم؟ محمد مومو، مدير الثانوي الإعدادية ابن خلدون. طيب، اليوم أيضا احتفال خاص وبداية مشرقة، ماذا تشكل لكم هذه المرحلة؟ هذه المرحلة تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وانسجاما مع القانون الإطار 51/17 ومشروع المؤسسة المندمج. قام الأطر التربية والإدارية للمؤسسة مبادرة افتتاح مكتبة مدرسية، وأيضا في إطار تتويج التلاميذ المتفوقين خلال مرحلة الأسدس الأول. طيب، إذا هذه بداية على أساس أن شاء الله هناك العديد من الأنشطة على مستوى هذه المؤسسة. كما قلت، هذه المؤسسة التي لا تاريخ لها باع طويل، وأيضا شرف أن تكون مدير إن شاء الله الرحمن الرحيم. المؤسسة افتتحت في تاريخ 1981. نعم. ونحن إن شاء الله في سنة 2023 ونطمح إلى تحقيق ما هو جيد وما هو تحقيق الجودة لصالح التلاميذ إن شاء الله الرحمن الرحيم. أكيد على رأس الإدارة شكراً. وأيضا الأطر التربوية العاملة معكم تشكلون طاقما من أجل إعطاء دفعة لهذه المؤسسة بإذن الله إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. طيب، ترقبوا منا روبورتاج خاص عن هذا النشاط وعن هذه المؤسسة. كان معكم من قلب مؤسسة إعدادية ابن خلدون أبو أنس. شكرا لزميلي أحمد الحين في التصوير والإخراج، وشرف لي للباب الإشارة أنني من تلاميذ هذه المؤسسة التي درست فيها منذ الثمانية، أعود لها الآن. من أجل هذا التغطية تستحق مني كل الثناء والتقدير، لكم من أجمل التحايا. سلام الله عليكم. تحية إجلال واحترام إلى أطر التربوية لهذه المؤسسة الخيرية، وتحية إجلال لضيوفنا الكرام عبر مؤسسة الصفصف وكل الفاعلين وأبنائه. شرف لي أن أعود إلى هذه المؤسسة التي درست فيها منذ مطلع الثمانينات. فخر لي أن أعود كإعلامي وصحفي، لأن هذه المؤسسة هي ممنونة لي بكل عطاء. حينما وجهت لي الدعوة كانت فرحتي كبيرة لأحضر معي طاقما إعلاميا كبيرا لنغطي هذا الحدث السعيد. فتحية إجلالي لهذه المؤسسة. أيضا أنادي على زميلي خالد الحيوي من أجل أيضا التقديم لكل هذه الفقرات بكل فقراتها الخاصة في هذا الحفل والإبداع. وعد السيد المدير أن تكون هذه البداية على أساس أن تكون احتفالات ومنهجية خاصة، فلكم مني أجمل التحية. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض الحكيم العليم. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ورفع قدر العلم والعلماء فجعلهم كالأعلام، وخلد ذكرهم في القرآن الكريم إلى يوم الدين. وبدأ بالعلم وحيه، حيث كانت أول أوامره من خلقه إلى خلقه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظيم. تسلم الله منتدى السرور
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة الأساتذة الأفاضل، السيدات والسادة الضيوف الكرام، مرحبا بكم جميعا. في سياق الإصلاحات الكبرى التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وانسجاما مع القانون الإطار 51/17، يقوم الأطر التربوية والإدارية بتنزيل مشروع المؤسسة المندمج من خلال تفعيل المكتبة المدرسية بما لها من آثار على مستويات عدة. أولها تفعيل دور الحياة المدرسية من أجل نبذ العنف وتكريس السلوك المدني والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي. ثانيا الانخراط في مشروع تحدي القراءة الوطني والعربي. ثالثا الرفع من مؤشرات الجودة من خلال تقليص نسب الهدر المدرسي، الرفع من نسب النجاح، المساعدة على التوجيه المبكر. أيها الحضور الكريم، إن الهدف من إنشاء هذه المكتبة داخل فضاء الثانوية الإعدادية ابن خلدون نابع من حرصنا الشديد على تجويد تعلمات تلامذتنا والرفع من مستواهم الفكري والثقافي، ونأمل أن تغرس في نفوس ناشئتنا حب المطالعة والتثقيف، ناهيك عن غرس القيم النبيلة كالتعاون والتعايش والاحترام. أيها الحضور الكريم، فرحتنا اليوم فرحتان، الأولى بافتتاح هذه المكتبة، أما الثانية فهي تتويج تلاميذ المتفوقين خلال مرحلة الأسدس الأول الذين حصلوا على معدلات ممتازة، فهنيئا لكم أيها التلاميذ، ودمتم نماذج مشرفة، وفقكم الله وحفظكم بما حفظ الذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا أيضا لكم بهذا الرجل الذي عرفناه، كان من المتابعين لي الإعلاميين، وجاءت الصدف أن تعرفت عليه مع أبنائه، ولكن تعرفت معه إلى جانب سادة مديرين فضلاء في هذه المدينة. لما زرت هذه المؤسسة أيضا وجدت بعض الأسماء التي لا زالت راسخة في هذه المؤسسة، كالأستاذ العوني الذي عايش معنا هذه المرحلة، معنى أنه ذلك الجسر القديم، ولكن بفضل أيضا هذا الفريق المتوازن من الأمور التربوية. أقول بصدق ستعود الذاكرة، لأن في هذه الساعة في الثمانينات كنا نتفوق على جميع المؤسسات، وقمت في تلك المرحلة بالعقاد، وأيضا من زملاء الإعلاميين البارزين الذين درسوا، الزميل شكري بكري الآن في ميديان تيفي، فهو كان من الأسماء البارزة، وبفضل هذه الأسماء استطاعت هذه المؤسسة أن تكون رائدة على مستوى أكاديمية جهة الرباط سنة الفريق. أتمنى أن تعود هذا الروح، تعود هذه الإقبال من خلال هذه المكتبة ومن خلال هذا الفريق العامل. بوركتم في كل أعمالكم. لكم الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بجميع تلاميذ الإعدادي ابن خلدون. نرحب بكل الحضور الكريم، كما نرحب بالضيوف الحاضرين معنا. خير وسهلا بكم جميعا. شكرا لإذاعات هذه المؤسسة بكل أصنافها وأشكالها. محمد بن خلدون ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ولد بتونس سنة 732 هجرية، وأصله من الأندلس. نشأ في ذات علم وأدب، وتقلدت أجداده العديد من المناصب الرفيعة الدينية والسياسية، إذ بان خلافة الإسلامية في الأندلس وكذلك في مدن شمال إفريقيا، حيث تنقل وعاش وهو وأسرته. حفظ ابن خلدون القرآن الكريم منذ صغره، ودرس علوم اللغة العربية وعلوم الشرعية، وكذلك علوم الفقه والحديث والمنطق على يد مجموعة من العلماء والشيوخ والفقهاء في عصره، وبذلك أصبح فيلسوفا ومؤرخا في علم الاجتماع، بالإضافة إلى دراياته في علوم الحديث والفقه وعلوم التربية ومجالات أخرى عديدة. يتم مع خديجة الشبكي. تولى ابن خلدون منذ شبابه العديد من الوظائف، وتنقل بين عدد من المناصب،
فشغل كاتبا لدى أمير تونس أبي إسحاق الحفصي، وأمير سر لدى سلطان مراكش أبي عنان المريني، ثم انتقل لاحقا إلى غرناطة وعمل في البلاط إلى أن أصبح رئيس وزراء في بجاي. انتقل بعد ذلك إلى عدد من المناطق والقبائل في شمال إفريقيا، حيث عمل بمصر كمدرس للفقه الملكي في الأزهر. لابن خلدون العديد من الكتب والمؤلفات التي ما زال تأثيرها حاضرا إلى اليوم، لعل أشهرها مقدمة ابن خلدون، بالإضافة إلى المؤلفات عدة في التاريخ والحساب والمنطق والحكمة. أبرز وأشهر مؤلفاته رحلة ابن خلدون، العبر والديوان، المبتدئ والخبر معروف بتاريخ ابن خلدون، لباب المحصل في أصول الدين، شفاء السائل لتهذيب المسائل. كل هذه المؤلفات وغيرها ما زالت موجودة ويتم تداولها إلى اليوم، وذلك بفضل ما جاء فيها من نظريات مهمة في مجالات عدة، لعلها أهمها في مجال العلم الاجتماع والتاريخ، وخاصة في مقدمته الشهيرة. توفي العالم رحمه الله سنة 808 ميلادي. شكرا. حلقوا بنا حاليا باسم بارز، اسم رسم في الطريق وشرف لهذه المؤسسة أن تحمل اسم ابن خلدون. لذلك بالفعل هذا الاسم سيبقى راسخا واشما على مستوى المملكة المغربية بأعضاء رئيس خليل. نبدأ لأن هذه المؤسسة هي في قلوبنا إن شاء الله. أنا غير سهيئون أنفسكم معي، القادم سيكون أجمل وأحلى إن شاء الله. السلام عليكم. تحية تربوية حضور كريم. في الحقيقة جميل جدا أن يرفع تلامذتنا وتلميذاتنا شعار ناجحون، ولما لا نعتبره شعارا مؤثرا للمرحلة المقبلة من اللحظة إلى نهاية السنة، لكي يتفوق الكثير والكثير من التلاميذ فهم يستحقون بالفعل. إن المؤسسة تضم خيرة الأستاذات والأساتذة، وذلك ليس ببعيد المنام. حقيقة جميل جدا أن نلتئم اليوم في هذا الفضاء التربوي الذي يندرج ضمن تفعيل مشروع المؤسسة المندمج، والذي تم إخراجه إلى الوجود بفضل تضافر المجهودات سواء من طرف الطاقم التربوي أو الإداري. وبالمناسبة نحيي عاليا الحضور الضيوف الكرام الذين شرفونا بهذا الحضور وبهذه الالتفاتة التي نعتبرها في الحقيقة هي بمثابة تحفيز وتشجيع لأطر المؤسسة على المضي قدما في المزيد من الأنشطة التي ترتقي بهذا الفضاء وتجعله فضاء يستقطب التلاميذ ويحفزهم على البذل وعلى التحصيل الجيد وعلى التشبع بالقيم النبيلة التي تطمح دائما إلى ترسيخها من خلال الرسالة التي نؤديها. تلامذتنا هذا من فضل الله أنه ما زالوا يلاقون معنا. السلام عليكم أولا، مرحبا بالحضور الكرام. باختصار نحاول كلمة تكون جد مبسطة ومختصرة. عشت ما يقارب 42 سنة داخل المؤسسة بمثابة عمر. خلال هذه المرحلة العمرية مررت وأنا كأستاذ شاب مع شيوخ وهم لقبوا بي الأساتذة الذين لا سبق لهم أن كانوا معلمون. استفدنا من خبرتهم. عشت مع الفئة العمرية ديالي أنا ما يقارب 30 سنة. عشنا كإخوة، أشهد على ذلك. وأكبر شيء كتلميذ كانت المؤسسة تعتبر من بين أرقى المؤسسات
كان هذا النوع من الأنشطة يعاش خلال السنة بأكملها في جميع المناسبات. تآخينا تعاشرنا إلى درجة أننا أصبحنا أسرة واحدة، وصلنا إلى قمة الرقي في هذه المؤسسة. الإعدادي الخوارزمي الذي التحق بنا قبل قليل سي سند. إذن وكما استمتعنا وإياكم أيها الحضور الكريم بالإنجاز الوطني الغير مسبوق لمنتخبنا الوطني في قطر على نغمات نحن الحالمون، يسعدنا أن نقدم لكم فقرة من تقديم تلاميذنا المتفوقين بعنوان نحن الناجحون. فليتفضلوا. اهلا وسهلا. الله هيا بنا هيا. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. قد سهرنا قد تعبنا لكن أبدا ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا لكن أبدا ما مللنا. للأمام سائرون للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون إننا لناجحون. الليل قمنا ما وهنا بل عزمنا، اجتهدنا الليل قمنا. على المكاره صابر قمم الفخار صاعدون، ناجحون ناجحون إننا لناجحون. في الليالي أين كنا سائلون تغيب عنا. في الليالي أين كنا سائلون تغيب عنا. للفراش تاركون للكتاب قارئون، ناجحون ناجحون إننا لناجحون. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. رسمنا. أين نحن قد فهمنا خط البداية قد رسمنا. أين الطريق فاهم أهدافنا محققون، ناجحون ناجحون إننا لناجحون. أحلى السجايا قد سمعنا قد أصبنا إذ رمينا. أحلى السجايا قد سمعنا قد أصبنا إذ رمينا. نهج الرسول سائر وبهديه متمسكون، وفي النهاية واصلون. نحن الناجحون. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. ناجحون ناجحون إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون إننا لناجحون. والضيوف يهنئون، شكرا لكم أمي أبي شكرا لكم يا معلمون. أهلنا مستبشرون والضيوف يهنئون، شكرا لكم أمي أبي شكرا لكم يا معلمون. يا لا أيها الأخوة، أجي. ضروري تحية خاصة للأستاذ الدكتور محمد العبيدي، الأستاذ 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 محمد العبيدي، الأست
جد بطبيعه الحال. هذه المجموعه انا حضرت لهم، يعني كان العمل ديالهم شويه خداو بسرعه كبيره باش تهيئ، ولكن اكيد انا كمنشط اعلامي اقول الحمد لله هذه المجموعه اليوم نجحت 10 على 10. شكرا لهم. هذه الايقاعات الجميله. طيب، من التلميذات المتفوقات في هذا الحفل والذي حظيت بشرف تتويجها على مستوى هذه المؤسسه، نقربكم الاسم الكريم. جنات هموش من قسم ثالثه واحد. شنو المعدل اللي دزتي به؟ 18.11. ما شاء الله عليك. كيفاش انت كتحسي اليوم وكيتم تتويجك ضمن الاوائل في هذه المؤسسه؟ شعور يعني زوين ما يمكنش نوصفوه. نعم. حيت تقالت لنا باش نوصلوا لهذا الشيء زعما. نعم. وفي الاخر خدينا اللي بغينا. شنو كتقولي للمؤسسه والاداره والاساتذه ديالك؟ كنشكرهم كاملين كاع اللي قراوني من السابعه والثامنه وحتى دابا التاسعه. شكرا لهم بزاف، يعني حيت عاونونا كل ما هما ما غاديش نجيبوا شي نقطه مزيانه. وشكرا للمدير حتى هو اللي كان من المنظمين ديال هذا الشيء، يعني اللي فخر انه اخر عام انه يديروا لنا هذا الشيء. طيب، شنو الرساله يمكن تقولي للبنيتات والوليدات اللي على برا؟ القرايه ثم القرايه ثم القرايه هي اللي غادي تفيدكم في المستقبل. ما شاء الله عليك. طيب، اسم كريم. إكرام مسيح. شحال جبتي معدل؟ 18.77. انت مرتاحه؟ خدمتي عليه ياك؟ خدمت عليه خدمه نيسان. كيفاش اليوم كتعيشي هذا التتويج؟ صراحه شعور زوين من بعد داك العذاب اللي كتكون تعذبتي والفروض وكذا، تيجيو تيفتخروا بك، شعور ما زوين بزاف. نعم. شنو كتقول على الاداره والناس اللي مسؤولين معكم هنا في المؤسسه؟ صراحه شكر كبير، هادشي ما اخر عام لينا وفخوره بهم صراحه، ما كناش نقدروا نعيشوا هادشي بلا بهم. معنا دابا انت راه من بعد تكوني السفيره ديال السمري. ان شاء الله ضروري. ضروري، لان ديما غتبقاي ترجعي لمؤسستك. نجي نطلع عليهم نشوفهم فين ولاو وكذا. الله عليك الكمينات. طيب، من الاسماء التي صمدت منذ الثمانينات وعايش مراحل كبيرة على مستوى هذه المؤسسة، ولحد الآن نحن في سنة 2023 لا زال هذا الرجل يقف شامخا ويعتبر من الكفاءات الأساسية التي شكلت محطات مرت أجيال، والحمد لله أنه هذه السنة ستكون آخر سنة في عمله. سعداء إن شاء الله. اسم كريم. الاسم العون محمد. أستاذ مادة الرياضيات. أكيد حينما تحدثت عن العون فتحدثت عن أسماء مرت من هذه المؤسسة أجيال وأجيال. عاصرت ثلاثة فئات من الأساتذة. نعم. فئة الشيوخ. نعم. وأنا في تلك اللحظة أعتبر بمثابة شاب. نعم. بدأت في سنة 81 وكنت أبلغ من السن 21 سنة. بعدما تخرجنا من المركز الجهوي هنا بمدينة القنيطرة في سنة 81، ومنذ ذلك الوقت وأنا أمارس وفي صحة جيدة وأحمد الله على ذلك. مررنا أو قضينا وقتا جيدا مع فئة كبيرة من الإخوان، من أطيب الأساتذة الذين عبروا عبر هذه المحطة، والآن أسير مع جيل جديد باعتباري أنا شيخهم الآن. وأتمنى لهم التوفيق في هذه المسيرة والتوفيق للجميع إن شاء الله. طيب، من يتابع مع هذا الروبورتاج سيتذكر هذا الأستاذ والمراحل ومن هم التلاميذ الذين قضوا هذه الحقبة. أتمنى منكم تعاليق خاصة في هذا الروبورتاج الخاص مع أستاذ الفضل، لكن من أجمل التعليق غادي نتابعوا معكم واحد الحفل اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا 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 مرحبا.